هم ثلاث لعيبه عمالين يحكوها مع برشلونه مش شايفه قوي ليه ما عندها رافينيا. يعني الثلاث لعيبه في نفس مركز رافينيا. اتلتيكو مدريد يا جدعان عايز اجيب روبرتسون، اللي هو يا ابني انت هتروح هناك هتعمل ايه يا ابني؟ فهمني كده، قول لي انت دماغك كده هتوديك هناك على فين؟ انت متخلف يا ابني؟ انت بتفكر بلا مؤاخذه؟ باريس سان جيرمان داخله سوق الانتقالات كده على استحياء، ولكن هي عايزه تجيب لاعب مدافع اسمه ايليا، ومش هقول لك على اسمه التاني لا مؤاخذه كده، تحس ان انت بتشتم نفسك لو انت قلته. فانا مش هشتم نفسي، يعني اسمه وحش قوي. فانا هحط لك صورته والاهلي هيعمل ونكسب الثلاث نقط ونكسب افتتاحيه كاس العالم قدام انتر ميامي بقياده ميسي. ان شاء الله هنعمل. السلام عليكم ورحمه الله، معاكم زيكا. وقبل اي حاجه، لو انت مش عامل لي سبسكرايب يعمل سبسكرايب، ولو انت مش عندي على الفيسبوك تعالى عندي على الفيسبوك، هتلاقي هناك حاجات حلوه كتير، ستوريات ومقالات وفيديوهات كله هتتبسط هناك. تعالى لو ما عملتش لايك للفيديو اعمل لايك حالا، ولو ما عجبكش الفيديو سيب اللايك، والفيديو الجاي ان شاء الله هيعجبك. ده 5 انديه نتكلم عليهم واللي بتدور حواليهم سوق الانتقالات، واول نادي منهم وهو برشلونه. يا جدعان هو كلها عماله تتمحك في برشلونه ليه؟ انا مش عارف. برشلونه مش شايفه قوي ليه ما عندها رافينيا. يعني الثلاث لعيبه في نفس مركز رافينيا. انت بتفتكر يعني برشلونه هتبقى عايزه ثلاثه على رافينيا؟ تفتكر رافينيا السندال في المركز اللي هو فيه اشفر ايه عمال يحكوا مع برشلونه، عمال ينشر في اشاعات. طبعا الفل انت مفيش حد معبرك، مفيش حد عايزك، انت انجلترا كلها رافضاك. مفيش نادي في انجلترا واحد يا راشفورد عايزك، اقسم بالله العظيم. قار الكوره ده مش كوره. بالنسبه لي اكبر حكاك انت عندك 2 لعيبه تاني ممكن برشلونه فعلا تفكر فيهم، الا وهو اول واحد بالنسبه لي لويس دياز. لويس دياز هيدي عمق في التشكيله حقيقيه. الراجل دوت بيحرد في الملعب، هو ورافينيا هيعملوا شغل حلو قوي في الجبهه دي. واللي احسن بقى منه بالنسبه لجميع مشجعين نادي برشلونه تم نيكو ويليامز. يا جدعان طبعا كلنا عارفين العلاقه الصداقه الجميله ما بين نيكو ويليامز ولامين يامال، فالاثنين دول لو مع بعض 3 لعيبه منهم واحد حكاك و2 لعيبه فعلا ممكن يروحوا لبرشلونه. انت تتمنى مين؟ عايز اعرف الكومنتات تحت لو انت بتشجع برشلونه. كده خلصنا قصه برشلونه، نخش بقى على قصه مين؟ موناكو. وفي خبر انا بص كنت مبسوط جدا ان انا سمعته. بول بوجبا الراجل هيرجع للملاعب، ولكن هيرجع للملاعب عن طريق بوابه، عن طريق بوابه الدوري الفرنسي. موناكو بعشق بول بوجبا على الرغم ان شخصيته زي الزفت. لازم حد في الفريق يبقى فوق بول بوجبا كده عشان يعرف يوجهه، لان بول بوجبا لو اتساب بيشطح. الخبر دوت اتمنى انه يتحقق ونشوف بول بوجبا تاني بيلعب في الملاعب. احسن من كده ان هو كمان هيلعب في التشامبيونز ليج. موناكو هتلعب في التشامبيونز ليج، فخبر بالنسبه لي يعني بصراحه. خلصنا تاني النادي، نخش على النادي الثالث وهو نابولي. يا جدعان مش ناوي على الدوري الايطالي، لا ده ناوي على الدوري الايطالي، وهيخربش كمان جامد في دوري الابطال بعد ما خلص رسميا مع دي بروين. الراجل داخل على لوكمان. وانت قال لك بص يا جدعان انت اخدت مني كفاره سخيليه، فانا هسيب لكم النادي ومش عاجبني النادي دوت والاوضاع اللي فيه مش عاجباني. نابولي قالوا لا بالله عليك يا باشا انت راجل 100 فل و10، احنا عايزينك معانا. قال لهم خلاص هاتوا لي لوكمان. كده هنتكلم كتير؟ لا الراجل ب 60 مليون روح هاتوه. وبالنسبه لي المكان المناسب والتعويض المناسب في نابولي، وتعويض كفاره سخيليا قوي. الفرقه الرابعه معانا هي اتلتيكو مدريد. اتلتيكو مدريد يا جدعان عايزه تجيب روبرتسون، اللي هو يا ابني انت هتروح هناك هتعمل ايه يا ابني؟ فهمني كده، قول لي انت دماغك كده هتوديك هناك على فين؟ يعني انت سايب برشلونه وسايب ريال مدريد وسايب انديه انجلترا كلها الفشيخه، سايب انديه ايطاليا وجاي تروح لي لاتلتيكو مدريد؟ انت متخلف يا ابني؟ انت بتفكر بلا مؤاخذه؟ يعني انت مش بتفكر هتروح هناك هتعمل ايه؟ مثلا تخيل معايا ان انت واحد عندك تقريبا 26 سنه في عز مجدك وعنفوانك وانت فشيخ ومفيش منك اتنين، وراجل سريع وراجل مهاري وراجل بتعمل اسيستات، فيك كل حاجه حلوه وفي العز وفي البريميوم بتاعك. هتروح اتلتيكو مدريد لا هتاخد بطولات ولا هتاخد فلوس ولا هتاخد مجد وهتضيع عمرك. فده يبقى غباء مستفحل من واحد زي اسمه روبرتسون. قال لها يا باشا روح مع ريال مدريد محتاجه باك شمال، وانت صاحب الواد ارنولد خليه موصي عليك. لكن ما تقوليش اروح اتلتيكو مدريد، ما تبقاش غبي ابن غبيه، يعني مش نافعه معايا. انا لما سمعت الخبر والله العظيم دمي فر. لاعب فشيخ هتروح اتلتيكو تعمل ايه؟ مع ده سيميوني محتاج لعيبه عربجيه وما بيعملش بيهم اي حاجه، هو بس بيعربج في الملعب. انا كده ايه بقى؟ انا كده اخدت 3 نقط، انا عربجت في الملعب، انا كده مبسوط. ده سيميوني هتروح معاه تعمل ايه؟ لا عليك يا شيخ فكر مش مرتين، فكر 20 مره قبل ما تاخد القرار اللي زي دوت، يعني عشان ده هيبقى قرار غلط وهترجع بيه لورا في مسيرتك المهنيه. اوعى تعمل كده، ما تعملش كده، كده غلط. اما الفرقه الخامسه والاخيره فهي باريس سان جيرمان. وباريس سان جيرمان داخله سوق الانتقالات كده على استحياء، انا مش عارف ليه.
يعني عشان بطلت اوروبا فقالت لك خلاص انا مكتفيه مش عايزه لعيبه، ودوت لو فعلا تفكير باريس سان جيرمان، فباريس سان جيرمان هتتفشخ، هتاخد على عينها لحد ما تقول ولكن هي عايزه تجيب لاعب مدافع كده قلب دفاع، وهو لاعب جامد فشخ من بورنموث اسمه ايليا، ومش هقول لك على اسمه التاني، اسمه التاني لا مؤاخذه كده تحس ان انت بتشتم نفسك لو انت قلته، فانا مش هشتم نفسي يعني، اسمه وحش قوي، فانا هحط لك صورته. هو ده صورته، هو اللاعب دوت اللي باريس سان جيرمان عايزه تجيبه، فممكن يجيبوه على الصفقه تعدي 60 مليون بس، فاحنا كده خلصنا سوق الانتقالات والاشاعات اللي عماله تروح هنا وهناك. ولكن في بونص تب كده عشان انت وصلت معايا لحد الاخر، لو وصلت معايا لحد النقطه ديت، الا هو الاهلي هيعمل ايه النهارده؟ الاهلي هيلعب انتر ميامي في افتتاحيه كاس العالم، عندك مدرب جديد بلعيبه جديده بكومباينيشن كده وتركيبه ما بين اللعيبه لسه ما اخدوش على بعض، واحنا مش عارفين ميه المدرب ده ايه، ولكن احنا بنتمنى وبنامل من الله الواحد العز وجل اللطيف اللي ان شاء الله هيلطفنا وهييسرها معانا ونكسب الثلاث نقط ونكسب افتتاحيه كاس العالم قدام انتر ميامي بقياده ميسي ان شاء الله هنعمل دوت. كان رايي في ماتش الاهلي وانتر ميامي ان احنا ان شاء الله هنعملها، انت رايك ايه؟ هنعمل ايه قدام انتر ميامي؟ هل هنكسب ولا هنتعادل؟ عايز اعرف في الكومنتات، وما تنساش تشير مع اصحابك و